بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في 13 شهر 6 يوم الثلاثاء 2023. هذا في رماء وادي رماء، عزلة رماء مدينة الجعفرية ريمة. يوجد في المزرعة عندنا تم زراعة التين، هذا هو التين، ونجح نجاحا باهرا في مزارعنا. هذه هي شجرة التين، شجرة التين. إضافة إلى شجرة الجوافة بنجاح باهر جدا، وهذه ثمرة الجوافة. هذا وادي رماء أمامكم في رماء، عزلة رماء مدينة الجعفرية. هذه زراعة الموز وزراعة المانجا المشهورة بها في هذه المنطقة، وزراعات جديدة في المنطقة إن شاء الله تم تجربتها وقد نجحت. من ضمنها هذا الكركم أمامكم، هذا هو الكركم، نجح نجاحا مبهرا. وهذه شجرة المفاجأة، شجرة الزنجبيل، شجرة ناجحة 100%. هذه شجرة الزنجبيل. وأيضا هذه الفاكهة النادرة في اليمن وقد عملنا لها، وهي شجرة العباسي، ناجحة في وادي رماء. ومن الناجح أيضا من المفاجآت الجديدة شجرة البرتقال المثمرة. هذه شجرة البرتقال، وأمامكم الثمرة، شجرة البرتقال. شجرة البرتقال نجحت نجاحا باهرا في منطقة رماء، هذه رماء، شجرة البرتقال. هذا هو البرتقال قريب الاستواء الآن. ومن ضمن الأشجار شجرة الرمان، وتالي نجاح نسبة 60 أو 70%. ومن المفاجآت الجديدة إن شاء الله لليمن بأكمله زيت الزيتون، شجرة زيت الزيتون. هذه شجرة زيت الزيتون، شجرة كبيرة وناجحة، وإن شاء الله قريب في شهر 8 تبدأ الإثمار بإذن الله. شجرة زيت الزيتون. ومن الأشياء الأخرى أيضا شجرة جديدة ومثمرة، شجرة الأناناس. هذه شجرة الأناناس. وأيضا من الأشجار الجديدة في المنطقة هذه شجرة التوت الآن في العمل، شجرة التوت. جاغتشو هذه شجرة جديدة، فاكهة نادرة من اليمن، وتم هذه شجرة جديدة. والمفاجأة الأكبر هذه الشجرة، شجرة الأفوكادو النادرة في اليمن. هذا كله تم التجربة بإذن الله في عزلة رماء مدينة الجعفرية ريمة من اليمن. ومعنا محاصيل جديدة بإذن الله، من ضمنها الزنجبيل بكميات كبيرة إن شاء الله غرسنا في المزارع. وأيضا الكركم جدا، وأيضا شجرة العباسي الجديدة. إن شاء الله بتكون المفاجآت الجديدة. وأيضا نبحث عن الأشياء النادرة بإذن الله، قريبا ستكون مفاجآت أكثر وأكثر. فهذه هي إن شاء الله بإذن الله قريبا في وادي رماء بيكون تغيير جذري لأشياء جديدة جدا مفيدة لليمن وللناس كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.